بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان لو فصليك باز دا اختلاف ما نكرت إنزا لاختلاف مفسرين لما بحثي كم باسمان لا هكاركاني دروزبوني اختلاف لما بين المفسرين لدومشان مبحثي دوم باسمان لزوركاني اختلاف كرت لمبحثي سيم المبحث الثالث الإجماع على التفسير باز لكودنجي مفسرين عندكين سبارت بتفسيره. إن الحديث عن الاختلاف فيما سبق سكردين لسر اختلافا لو كرويشت يفهم منه وايلد تيدجين وجود الاتفاق، وهذا اتفاق الشيء أو الإجماع في التفسير. زاو الشيء اتفاق دقر والشيء إجماع أو لا ترى اتفاق دكريت زاروا إجماع شيء سكوتي بي، يعني زاروا دكريت وكو إجماع صريح النية، إجماع خاصة إجماع الصريح أو كوا بوتسونا كان رأيا لورجيراو بصريحي وتيانا أو بوتسوني من هميان يقدن بنا. وهذا ما سيتم الحديث عنه في هذا المبحث، أو لو باسي دكين سرتباب زاني الإجماع في التفسير سيبارزان. الإجماع في التفسير هو اتفاق مفسري الأمة كودنجي مفسرين أو أمتا بلان في عصر من العصور على معنى آيات للسردميك للسردمانك لسرماناي آياتك أو آيات، يعني سن آياتك من القرآن، ده قرآن لرا والشيء مفسري أمة كواتا غير مفسر داخل نابي، يعني عالم كان يتر لعلم يتر ودبي أو أمة تجبي نابي غير أمة تبي ولا سردمي لسردما كان بيتن دواي بيغمبر صلى الله عليه وسلم سكوا إجماع لسردمي لا سردمي جاني بيغمبرة يجي اعتباري بودا نادري هرنيشة على معنى الآية. السردمي يعني كتب بيغمبر لحياته، ما بس ما في صحابة النية دواي وفاة بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكريكوا الصحابة إجماعيا هبين إنزع على معنى آيات دبي إجماعك لسر معنى آياتك بيتن أو آيات، يعني سن آياتك للقرآن كواتا كدري على معنى آيات زارة دبينين إجماعك لسر بابتك بلان بابتك بيوندار بحكم شرعي كواتا أودتنا وبابتي فقه بيوندار بأصلك لأصول فقه تسلف بابتي أصول فقه، يعني بابتك لو بابتنا كوا بيوندار بعلوم القرآن كواتا أنا بيتنا تفسير ناكري أما أو تداخله، يعني دروس ببيتي كل يكتريان بكين بويدا فرمي على معنى آيات دبي كواتا أو إجماع بيوندار بمعنى آياتك ينسن آيات القرآن. حجي إجماع برزان إجماع بلقية بلي والإجماع حجة بلقية، وهو معدود في مصادر الشريعة التي يرجع إليها. إجماع مصدر السيما كتاب سنة إجماع كبيدا قتري الأدلة المتفق عليها بين الأمة، أو مصدر كتاب السنة وإجماع كودنجي أمي إسلامي لسرها ويعمل بها إشي بيدكري، وهو يأتي بعد الكتاب والسنة لدي كتاب السنة ديتن، ولم يقع في ذلك خلاف ممن يعتد به. خلاف الشداني سبارت بوكساني كواقسيان ورد الجري أقرنا دكري استعبون منا ضلين قر هلنا بمعتزلة كان وابزان مسألة إجماع يعني خوارزن خلافية شيء وهي بلا ما أنا يعني قصيان ذي اعتباري بيناكريتن. ومما استدل به على هذا القول بل قال سر إجماع كحجة برزان أو آياتي سوري النساء آتي سطو بانزا خواهي قرد فرمي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين يعني إجماعي مسلمان دواي غيري وبكويد فمن نوله ما تولى بشتي تدكنسون بشتي كردوا ونصله جهنم دخلتنا ديخيننا جهنم وساءد مصير خرابترين سار نسش دبتن. فهذه الآية تدل على أن الإجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول.
أو آياتا بلغي لسروي كودنجي إيمان داران بلغي لو روي أجر كسيق مخالفي أو يجمع بك استلزامي أودك أولا خود دقريتن كمخالفي بيغمبري خواي كربي صلى الله عليه وسلم تسكو خواي قيود فنوي ومن يشاقق الرسول إن دواتر دفنوي ويتبع غير سبيل المؤمن تسكو إيمان داران بدواي بيغمبري خوا دا كوتون السنة بيغمبري خوا شريعة بيغمبري خوا إسلام أوين كروت برنامج خوان وأن كل ما أجمع عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهر إجماع كوادكري دبي نصك هبة لبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع أو بانتفاع المنازع عن الممتعين فإنها مما بين الله فيه الهدى هر مسألة كوا إجماعي تداكرابه وانتفاع أو بك يعني منازعين تدانية خلافيان تدانية أو مما بين الله أويك پروردگار روني كرتوه بو خلق بو يا اگر سيريش كان هر لمسألة لأصول فقه دبابات إجماع دائما دبي مستند شرعي هبه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة پیغمبر خواه فرموديك دفرمي أو أمتا كونابت ولا سر قمراي يعني هر همو قمرابه بو هر كسا قوت يا أمتا همو قمرايا أو خوي قمرايا وقسكشي بيتواني أو فرمودي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم تشكا حديثك أجر وكل لفظك خوي لو أنا قسيتش للسربين بلا معناك لزور الأحاديث كان هاتوا هروكو الشيخ شعيب الأرناؤوط لجامع البيان لمسند إمام أحمد والبانج للسلسلة حديث بس يعني لو كردو يعني وكو معناك مقبولة ودرستا هر كسيش خلافي أمي هرهمو كرد قوتي هرهمو قمرايا أو خوي قمرايا فإجماع هذه الأمة معصوم كواتا أو أمة بخوي هموي معصوم يعني ناكر هرهمو توشي حلبا توشي رخواريبا وحجة قاطعة حجيتي برينرشا برانديتوا إلى غير ذلك من الدلائل الدالة على صحة الإجماع وبلغيت ريشة سبارت با درستي إجماع كواليرا مجالي أونيا كواباس بكرتين ولا يشترط أن يقل الإجماع على تفسير آية مرججنيا إجماع كب صريح نقل كلابه سبارت بتفسير آية بل إذا لم يقل في تفسيرها خلاف بلكو بمرجع قوي خلاف نقل نكرابه يعني زارد بني تفسير آياتك تفسير كراوة سير ذا كان همو تفاسير كان وهذا رزيش تفسير السلف زياتر تمشي لكن خلاف نقل نكراه بلام بإجماعي صريح نعتبره أو آيات أو ما ناكت يعني إجماعي سلفي صالح للسلام بلام كاتك سيد كان فالأصل أنه مما أجمع عليه السلف إجماعا سكوتيا وبيد قلت له إجماعي سكوتي أقرت إجماعي سكوتي سيد شي لسر هي وكو إجماعي صريح نيا بابتي تشتر برزان موقف المفسرين من الإجماع باب زان هلويستي مفسرين سبارت بإجماعات هنا دفرمي إذا رجعت إلى الأئمة الأعلى ما قرأين بو زانان وجدتهم يقفون مع الإجماع ولا يتعدونه لا إجماع رادة وسنو ليلا نادا تجاوزنا كان يعني ملكتسن ملزما بو إجماعي كإجماع حقا أقرهاتو بدرزيك إجماعي صحيح بو صريح بو بصريحي كوا هات بيتين فوائد الإجماع سودكاني إجماع تبرزان من فوائد بحث الإجماع في التفسير يكامشت معرفة المقدار المتفق عليه في التفسير فيش هموش تك دزانين سن آيات سن تفسير مان هي إجماعي للسرا مقدارها كمان بو بدر دكاية دوامشتان رفع الاحتمال الوارد على النص كضلين أو إجماعي للسرا يعني احتمالي تدانية وقا احتمالي تدابا إجماع الدروس نابو سيميا الرد على المخالفين الإجماع والتشنيع عليهم ولام دانوي أو كساني كبيتسواني إجماع سيان كردوا وتشنيع لسريان سواري من الاحتجاج به لترجيح قول في آية أخرى دكري أما أو إجماع بكين بلغا بو ترجيح قول لسر قول يشتر بكين كواتا أو سودكاني إجماع المفسرون المعتنون بالإجماع أو مفسرين كواغرينجان برزان بإجماع داوتشين ومن أبرزهم الطبري إمام الطبري لتفسير كي خوي جامع البيان عن تأويل آية القرآن الواحدي لتفسير البسيطة تكوسير تفسيره وجيز وسيط بسيط
لبسيط بسيطك كزور فراوان أو تحقيق شي جواني شي للسرام زياتر له بازدكا لو بسيطك اشتدا هي بلام لو وجيزنا وجيز زور مختصرة. ابن عطية المحرر الوجيز بهمان شد إجماع نقل دكا. قرطبي الجامع لأحكام القرآن وغيرهم أوانا إجماع زور لتفاسير كان نقل دكان. ما يوقع في مخالفة الإجماع باب زانين أجر بيتسواني إجماع كرات سدبيتن شرود دا يكم شد ضعف المعرفة بآثار السلف وإجماعاتهم لاوازي زانياري بآثار السلف كودن جكانيان كسيك مخالفة إجماعي كرد يارا زانياري لانيا قرنا ناكرتن مخالفة إجماع بكا دوم يعني الاعتماد على قول شاذ وهذا إجماع ديني دا تتسر قول شاذ أو قول صدر بعد إجماع يعني بدوا قسيك در دسيتن كالدواء إجماع درسوا سيم يعني الاعتماد على المعتقد الباطل في التفسير دون الاعتداد بما أجمع عليه السلف. عندك زار واحد دبيني فرقة كان زياتر وادا كان فرقة ضالة كان دبيني واز لإجماع الدينين لبر اعتقادي مذهبك إخوان بوتسونك إخوان واز لإجماع دينو بيتسواني دا كان صور الإجماع وما يتعلق بها باب زان الإجماع وين كانوا زورا كان سونن وتسبيون دي بي وهي يمكن تقسيم الكلام في الإجماع إلى قسمين. الإجماع الذكري بيك ندوبش يكمن الإجماع الصريح في الألفاظ والمعاني أو إجماع عليك والصريح هم لفظ لمعنى المراد بذلك ما يقع فيه النص من المفسرين بوقوع الإجماع على تفسير لفظ أو معنى في الآيات ما بس ما الإجماعي الصريح أو هي كمفسر كبصريحي عبارتها لفظ كي بازك ضلي أول لري إجماع أنزام بوا تروز بوا إجماع رويدا لسر تفسيري أو لفظا يعني أو آياتا وكتيم خواهي قول سوري الرحمن دفرمي والنجم والشجر يسجدان. إمام الطبري دفرمي اختلف أهل التأويل في معنى النجم في هذا الموضع مع إجماعهم على أن الشجرة ما قام على ساق. إجماع لسر الشجر هي بلام والنجم خلاف لسر نجمك هي الشجر أوي ما بس بي أو داري كواقديها به بلام نجم خلافي لسر عندك دلنا ما بس بي نجمي أسيركاني آسمانا عندك دلنا أو داري بلام كقدينية يعني هر لسر الزاوية برزنا بيتوا بو النجمك خلافي لسر بلام شجرك اتفاقي لسر كواقديها. دوم شد الإجماع على معنى واحد إجماع لسرماناك وين اختلفت عبارات المفسرين عنه إجماع لسرماناك بلام عبارات كانيان زيوازا دون التصريح بالإجماع عليه بلام بالصريح باس نكراوة. لهذا المبحث علاقة باختلاف التنوع أو باسا بيوندي باختلاف التنوع كالدرس رابردو باس مانكر لأن المقصود بذلك اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنى واحد. اختلاف التنوع لو معنى دقرتها. وفي مثل هذه الحال لم حالة برزان يمكن أن يحكى الإجماع على تكريم إجماع لسا نقل بكين على المعنى الكلي أو المعنى العام بركاك معنى الكلي كي يكشتا معنى عام كي يكا الذي ترجع إليه الأقوال كقول كان هم يبو أو معنى عامويا أو معنى كلي دقرتها. نموني أوا ومن أمثلة النوع الذي يرجع فيه الأقوال إلى معنى كلي واحد برزان الأقوال في قوله تعالى خواهي قول السورة المائدة لآيات سطويا زاد فرهم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وشيء أوحيت خلافي لسرا بلام خلافك اختلافي تنوعا باب زين سار إمام الطبري دفرمي وقد اختلفت الألفاظ أهل التأويل تمشى يعني خلافك للفظك هي عبارة دك كبكار الدين أهل التأويل أهل التفسير لسر إذ أوحيت وإن كانت متفقة المعنى أقرت معناها كيك بس لفظكان ينزيوازا. ثم ذكر قولين عن السلف عشان باسي دو قولي كردوان للسلفي صالحة. الأول تفرمي قذفت في قلوبهم يعني اشتك بخيرة أنه ضليان دوم يعني ألهمتهم إلهام يعني بو بكري هردو كان نهيني هردو كان خفية كواتا هردو كان ذكري بو يك بانا بقرته يعني شتك كراوة أنه ضليان بنهيني أواكا بيدا قتري وحي. ومن أمثلة النوع الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى عام بمعنى يجتكى دقرتها أي كم يعني أو معناه كلي أو زاري معنى عام ما ذكره الطبري في تفسير قوله تعالى
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم لسورة البقرة لآتي تسلوت سار. من أقوال عن مفسر السلف في تفسير البر إمامي طبري كان قولة السلفي صالح بو من نقل كردو سبارت بتفسير كلمة البر، منها الدخول في دين الإسلام، ما بس في داخل بوني دين الإسلام، الأمر بطاعة الله وتقواه جيرالي خواي پروردگار لخوا ترسان، أوي كميان دوميان الأمر بالصوم والصلاة فرمان كردن بنويجو روجي. ثم قال معقبا على هذه الأقوال باشان كأو قولاني هنا تعقيبي يعني كومنتي سبوا قصي خوي تفرمي وجميع الذي قال في تأويل هذه الآية من ذكرنا قوله متقارب المعنى، هم أواني باسمان كردون معناه كان ليك نزيكا، لأنهم وين اختلفوا في صفة البر أقرت الله صفة بر خلاف يعني الذي كان القوم يأمرون به كفرمانيان بيكرا وغيرهم به غيرهم، فهم متفقون في أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله تعالى رضا من القول والفعل، أو هيك أخوة بيخوش لقصة ولا فعلها هيك واتهرد شيء التي زكاة لمعنى عامك دبيتو إياك. وإذا تأملت هذا الاختلاف أقل ورد بينو سبارت بم اختلافا وجدت أن اللفظ البر لفظ بر برزان لفظ عام يشمل أمثلة كثيرة سن نمونا لخو دقري، وما ذكر مفسر فإنه أمثلة من أمثلة البر كاوتا أو نمونا باسنا كرت همون نموني البر، وهي ترجع إلى معنى عام واحد لبو يك معنى يقشتي دقرتها، فالإجماع على المعنى العام إجماع لسر معنى عام كي لا يؤثر فيه الاختلاف في التمثيل أو خلاف دروز نابه كاوتا إجماع هي لسر معنى عام كاني كبلا عبارة كانيا جاوزا. مسألة تشتر برزان بيدا قلت إحداث قول جديد إجماع هي تواتر قصية شنو يتر دروز ذكره دي وتطبيقها على التفسير باب زانين شوية. الحديث هنا مبني على احتمال القرآن لوجه من المعاني التي تظهر لقوم دون آخرين. قصة كردن للسر أو بابتي احتمال القرآن يعني قرآن آياتك لفظك احتمالي تسان وجهك دكا تسان معناك دكا لخوي بقري دبني بو قومك بدر كوتو أواني ترنيان زانيوا، وهذا ثابت كما تقدم أوج زيجير بوهروك باسكرا، لكن البحث هنا سينصب على قبول هذه المحتملات من عدمه، وهذا تفصيله. أجر إجمعنا سرشتيك بود وهذا القول السيم دروز بو قبول يعني قبولني أو يساقسيل السردكين. يمكن تقسيم المحتملات إلى نوعين، محتملات كان دبيت دوزر. الأول القول الحادث الذي تحتمله الآية أو قول النويك آتك احتمال ذكاء ولا ينقض أقوال السلف بالكلية بيت سواني قول السلف نيابة كلية. دوما القول الحادث أوقسي كوا برزان الذي تحتمله الآية أوقسي كوا آتك احتمال ذكاء ولم ينقض أقوال السلف بالكلية بيت سواني قصي سلف دبيتن كواتا لهردو حالات آتكان احتمالي عندك بلام لي كم يان قصي السلف هرنا وشينتو للدوم يعني قصي السلف هلدا وشينتو. وإليك تفصيل ذلك بالأمثلة نموني أوش برزان النوع الأول أويكا بيت سواني قصي السلف نيا آتكش لخوي دقري إحداث معنى تفسيري صحيح لا يناقض أقوالهم بالكلية، ومن أمثلة المعاني التي يزيدها المتأخرون أو معنيان هنا وتقوري ولا تكون مناقضة لتفسير بلان بيت سواني قصي سلف نيا ما ورد في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب لسورة الحج آيات حفتاو سير كان برزان. ومحصلة أقوال السلف يعني حاصل يقصي السلف لو تفسيراتها أن الذباب مش إذا وقع على شيء لسرشتك من الطعام لسخوارنيك نشت وخاصة من طعام الآلهة أو طيبها خواردنيشي برن أوقاتي كخوايا كاني وانو يان طيب برن شتيق للشانبو لم تستطيع تلك الآلهة رده خوايا كاني وانين دتاني ردي كاتو لخوي بدور خاتوا. كذلك الذين يعبدونها أرواني كذا شامبرستن يعني خواياك بالدفاع في الأخوارني خوي نكري سبارت كميشك
گیان لە بەرێکی بچوو کە بێتن ئەوەی شانیەوە نییە بپەرسترێتن. ئەوە کۆد ینی قسەی سەلەفەکە کۆکەین ئەو مانای ئەو تەفسیرەی بە ئێمەدا. وظهر في العصر الحاضر نظر آخر في سلب الذباب لو سردمي دمشاتك كنيد معناها شتريان هنا غوري. فقيل إذا كان الطعام صلبا أقرأت خوارنك الرقب لدوخي رقيبه فإن الذبابة المنزلة أو مشكل السري نشتوا تفرز عليه من بطنها عددا من الأنزيمات. عندك الأنزيمات يخوي بسردا درجي والعصائر الهاضمة يعني أو عصيريك هضمي دكاتن بالإضافة إلى لعابها اللي كي خوي بسر أو خوارنا توندا يعني دنك الشكل هيك بين دانه كاتا كميج لسري دنيشي أو أنزيمو أو اللي كي خوي كبسري دا ديرجينين. وهذه تبدأ في إذابة ما تقع عليه من الطعام الصلب فورا مما يمكن الذباب من امتصاصه بخرطومها وبأجزاء فمها ذات الطبيعة الإسفنجية أو ما شكل سري دنيشيو أو لعابي خولي كي خويو أو أنزيميك بسري درجي أو برندن كالشكرة برزان سيلي ديتن أو زاري سير دكين دتاويتو أويش بدمي خوي بخرطومكي خوي ديتي دكا سحبي دكا رايدة تشيشتن ومن ثم لا يمكن استرجاع مستحيل زارش أو شليت زارش بكريتو الشكر أو الاستنقاذ بأي حال معيان لي بسيني بهرشي أتتازا قال ليش استان بتو بيشي كيتو شكر نايكريتو الروي ضعف الطالب والمطلوب. وهذا النوع من سلب الذباب لا ينقض النوع الذي ذكره السلف أو تورة تفسيري كمتأخرين كرديانا بيتسواني قول السلف الأخير وكلاهما يشملهما معنى السلب. هردو معنى السلبة لو هر ليستاند بقول ليش هل يستاندنا لذا يجوز حمل الآية على المعنيين في مثل هذا الحل. دكريب بهردو معنى أما التفسيري بكين أو مخالفي يعني متناقض نبول بقول السلف. قول السلف هرندا وش عندوا احتمالي ذكر دوم زوريان برزان أو قول النوية كواتك احتمالي دكا بلام قصي السلف هردا وش ينتوا بيت سواني أوا. وفي هذه الحالة لا يصح القول الحادث لرقص النوية كما هكذا براز دابنين أنه يلزم منه أن المعنى الآتي كان مجهولا عند جميع طبقات الأمة حتى ظهر هذا القول الحادث. سكما قبول كردو كأنما سيطبق كي كم بأجان نبونا نازان يومانا هي. وهذا يخالف المنطق العلمي منطقي علمي أو قبولنا كاتن نموني أو برزان مثاله ما ورد في تفسير قوله تعالى سورة العنكبوت خواهي قلت في مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أو كسان لغير خواهي قرأ كسيك ده كان السرخري خوان ولي خوان كمثل العنكبوت وكو عنكبوت وان دا بيروسكا زارزالوكا اتخذت بيتا أو عنكبوت أو زارزالوكا خانويك بخوي دروز دكا شبكة كي كوابيني تانا تفرمي وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت لا واسترين مالي عنكبوتا لو كانوا يعلمون أقب زانا. هروها إمامي بغي تفرمي كمثل العنكبوت اتخذت بيتا تفرمي لنفسها تأويلش كبخوي دي كاتا خانوي خوي تيدا دمينيتوا. وإن بيتها في غاية الضعف والوهاء زور لاوازا لا يدفع عنا حرا ولا بردا أو خانوي أو شبكي دا بيروسكا زارزالوكا نلا سرما دي باريزي نلا جرما دي باريزي. وكذلك الأوثان بتكان لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا بو برس أواني كدي برسن نسودي هي نزرري هي كواتا لرد تفسيري أو بمشي وعذكراوا سيد كان برزان. وهذا المعنى سار عليه المفسرون من عهد الصحابة إلى اليوم تاوكو سردما أو زور تفسير أو أكراوا يعني خانوكي هندلا وزنا للسرمان لجرمانيان باريزي وهروها حالي بتبرستكانش مال يعني وكو أوي نتفاعيان بودكري الناس يعني بودين زرريش. حتى ظهرت دراسة لو سردما دركوتوا تتحدث عن وهن الاجتماعي دركا كما بستي بي لاوازي مالكينية كزور لاوازا بل كل لاوازي كمالياتيتي في بيت العنكبوتي. فقيل يكيا ويخبرنا العلم الحديث أن الوهن هنا لم يصد به وهن المادة أو مادة أو شبكة كليدروستي دكات المكونة لبيت العنكبوت كبيدروستي كردوا ولكنه وهن الصلات الاجتماعية بيوندي كمالياتي.
والتفكك الأسري بتسراني يعني لاني كومالاتي عائلي خزاني لبيت العنكبوتي حيث سيطرت الأنثى على الذكر لبرميك بسر نيركدا زال ضلن دي كجي نايليتن بويا لاني كومالاتي ضلن زور زور لاوازة أو زور تفسير يعني كردوها كواتو هذا يلزم منه أن معنا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت صار وكتشيلها تاك الألغاز وكل لغزك التي لا يعرفها كثير من خلق زور نازانية وتيا وجهل معناها كل السابق هم معناي بيشينان شباب بنزاني دادن درين إلا هذا الذي ذهب إلى هذا المذهب الجد في هذا إلا ونك دلن أو معناه ولا ريب أن هذا يدل على خطأ هذا التفسير أو غلطها هلايا وأنه ليس مرادا بهذه أو معناه أو آياتنا لبرتيتشك أو معناه تفسيري السلفة هرهموي هردوشين توا يركو تايب يدين إن شاء الله درسي دهاتو بإذن خواهي جورد دتسين سر فصلي تشيتر سر كباز دا قواعد تفسير دكاتن أو إن شاء الله باز دكين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.